أهلا بيكم في فيديو جديد من دمك خفيف. النهاردة هنتكلم عن تحليل بسيط بس مهم جدا اسمه CBC، المشهور بصورة الدم الكاملة، لأنه بيورينا صورة واضحة عن اللي بيحصل جوه جسمنا. مظبوط يا نقطة. التحليل ده بيكشف جسمنا عامل ازاي، فبيقول لنا هل الدم قوي ولا فيه أنيميا، هل المناعة كويسة ولا لأ، هل الجسم سليم ولا محتاج فيتامينات. عارف يا محلول، الناس فاكرة الدم كله لون أحمر وخلاص، لكن الحقيقة إنه مكون من حاجات كتير، كل واحدة ليها وظيفة مهمة جدا. برافو يا نقطة. الدم فعلا بيتكون من 3 حاجات أساسية: كرات دم حمراء، كرات دم بيضاء، وصفائح دموية. فتعالي نتعرف عليهم. كرات الدم الحمراء دي اللي شايلة الأكسجين وبتدي الدم لونه الأحمر. لو عددها قل، الجسم بيتعب وما بيبقاش فيه طاقة، ودي اسمها أنيميا. وتحليل السي بي سي بيحسب عددها ويشوف حجمها ولونها. طيب وكرات الدم البيضاء؟ دي الجنود بتوع الجسم اللي بيحاربوا أي ميكروب أو دور برد أو التهاب، وتحليل السي بي سي بيعدهم ويقول لنا لو المناعة ضعيفة أو في التهاب. طيب والصفائح الدموية؟ دول فريق الإسعاف اللي بيوقف النزيف لما نتجرح، يعني لو عددهم قليل ممكن الجرح ينزف أكتر من الطبيعي، وبرضه السي بي سي بيقيسهم بدقة. طيب يا محلول، بعد ما الناس تعمل تحليل السي بي سي وتستلم النتيجة، بتبدأ بقى رحلة الأسئلة: هو الرقم ده طبيعي ولا قليل ولا عالي؟ فعلا يا نقطة، فيلا نبدأ نفك شفرة النتيجة سوا. أول رقم بيشدنا هو الهيموجلوبين HB. لو هو في حدود 12 ل 16 عند البنات و13 ل 17 عند الأولاد يبقى كده تمام. لو أقل من كده ممكن يكون في أنيميا. بس لو قليل شوية مش نبدأ علاج على طول، لازم الدكتور يشوف السبب الأول. مش كل أنيميا يعني نقص حديد. مظبوط. بعد كده بنبص على كرات الدم الحمراء RBCs، ودي اللي مسؤولة عن نقل الأكسجين. المفروض تكون من 4 ل 5 مليون. لو رقمها قليل احتمال نقص حديد أو فيتامين. لو عالي ممكن يكون الجسم بيحاول يعوض نقص أكسجين. طب والمناعة بقى؟ الناس بتدور دايماً على رقم المناعة. ده بيكون WBCs أو كرات الدم البيضاء، والمفروض تكون من 5 ل 14 ألف. لو زادت كتير ممكن يكون في التهابات أو دور برد، ولو قلت جدا محتاج الدكتور يشوف السبب ويدي العلاج المناسب. وبعدين نلاقي كلمة platelets، ودي الصفائح الدموية اللي بتمنع النزيف. الطبيعي بيكون تقريباً بين 150 ألف 400 ألف. لو أقل ممكن يحصل نزيف بسهولة، ولو عالي ساعات بيكون الجسم لسه بيخف من التهاب. بس أهم حاجة، الأرقام دي مش ثابتة ولا تشخيص نهائي، هي مجرد مؤشرات بتساعد الدكتور يفهم جسمك بيقول إيه. يعني ما تقلقوش لو رقم طلع فوق أو تحت شوية، الدكتور هو اللي بيربط الأرقام ببعض وبيفهم القصة كلها، مش رقم واحد بس. استنونا في الجزء الجاي، هنكشف سر الحروف الغامضة اللي تحت كرات الدم الحمراء، وهنفهم سوا هي بتقول إيه عن صحة ولدنا. واكتب لنا في الكومنتات، ابنك أو بنتك عملوا تحليل السي بي سي قبل كده وكانت النتيجة إيه؟